السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء المجلس اللي يمثل السلطة الإدارية. هذه النظام في التسيير. تمام. السادة أعضاء المجلس المحترمون، سيد ممثل السلطة، الأطر الجماعية، الجسم الإعلامي، المتابعين. بناء على دعوة السيد الرئيس المجلس الجماعي لأكادير عدد 1256 بطريقة هي أولا ومن أجل جعل المدينة ديالنا في مصاف الدول العالمية. أنا من خلال النقاش ديالي السيد الرئيس وهذا علاش اصريت باش نتأخر من خلال النقاش ديالي معاه. الصورة الجميلة التي أعطاها الجمهور المغربي اللي أعطاها الفريق الوطني في قطر في كأس العالم. دونك هنا لا يختلف الآن أنه كرة القدم الرامية إلى انخراط قوي في دعم هذا الملف من خلال هذه المجهودات الجبارة لنيل احتضان هذا الاستحقاق وإنجاح هذا الورش الرياضي الهام تأتي هذه النقطة الاجتماعية. ومن هذا المنظور وتحقيقا لمرام من الانخراط في دينامية الإعداد وفي سياق إعطاء توضيحات حول المراسلة أبرزت اللجنة الخطوط العريضة لأنه هضرنا على قارة ديال إفريقيا اللي منذ 2010 بطبيعة الحال في جنوب إفريقيا، ثم كذلك في أوروبا منذ 2013 بلدان اللي هي كبيرة بحال البرتغال وإسبانيا، ولهذا الجميع تكلم بحب لا في الدولات الخلفيه انه التعزيز ديال بناء الاختيار الامور اللي هي كبيره. المساله الثانيه هي ديال الصوره اللي كنقدموها اليوم، هذا نداء للجميع. اليوم يعني هذه واحد الطريقه زعما اللي تعطي الناس اللي تنكلوا السكان هما اللي ياخذوا القرار. العناية الأولوية بالدبلوماسية الخارجية اللي تقوم بها الصحة بشكل جيد على العالمية. معلومات حول هذا الاستحقاق الكروي والتجنب لتوفير كل ما من شأنه إنجاحه من بنية تحتية وتنظيمية ولوجستيكية وفق معايير دولية كما يقتضي ذلك كل شروط الفيفا في هذا الصدد. وبعد مناقشة مستفيضة أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة في تدخلات السادة أعضاء اللجنة. فاليوم تم المصادقة بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الجماعي الأكادير في دورة استثنائية على نقطة فريدة وحيدة اللي كتعلق بدعم ملف ترشيح المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال من أجل احتضان فعالية كأس العالم 2030. فكما كنعرفوا فهذا الملف هذا جاء في خضم واحد مشروع ملكي اللي كانت عنده أبعاد قوية واللي بدا سنوات هذه واللي كيهم بالخصوص جعل الرياضة عموما وكرة القدم بالخصوص قاطرة ديال التنمية المستدامة في بلادنا. فاحنا اليوم محظوظين كمدينة أكادير أننا نكون من المدن المقترحة في هذا الملف هذا كمدن مستضيفة لهذه الفعاليات ديال هذه التظاهرة الكونية. فمن بعد واحد مشروع ملكي مهم واساسي ومهيكل اللي كيهم برنامج ديال التنميه الحضريه. فاذا تم اختيار مدينه اكادير كمدينه مستضيفه فان شاء الله غادي تستافد من مجموعه ديال الاوراش اللي غتكون مفتوحه واللي غادي تهم قطاعات مختلفه واللي غادي تمكن ان مدينتنا تطور وهذه المشاريع وهذه الاوراش هذه غتساهم في النمو السريع ديال مدينتنا، لان هنايا كنهضروا على تظاهره كونيه واللي عندها تبعات ايجابيه في جميع النواحي ديالها سواء الاقتصاديه السياسيه والاجتماعيه.